لما تيجي نتكلم عن مصر وأهل مصر لازم نعرف الأول إن مصر الأرض الوحيدة على مستوى الكون اللي خطبت ربها على لسان سيدنا موسى. لما تيجي تتكلم عن مصر لازم تتكلم عليها وتقول إن سيدنا عيسى وستنا مريم عاشوا فيها 3 سنين في أمن وأمان وحفظ. لما نيجي نتكلم عن مصر لازم نعرف إن أهل البيت ما شافوش أمان على مستوى الدنيا إلا في مصر. إيه اللي بيحصل بقى في مصر حاليا وناس مصر ما بينهم وما بين بعضيهم دلوقتي؟ يعني كان الخير في مصر وكان الكرم في مصر وكانت الطيبة في مصر وكانت المصريين بتخاف على بعضيها وبتحب بعضيها. ايه اللي حصل دلوقتي وفي اليومين دول؟ هل عشان يعني كان زمان في قوانين ودلوقتي ما فيش قوانين؟ انا مش عارف بصراحة، يعني عايز افهم. ما احنا لو فهمنا هنسكت بقى، انما احنا مش عارفين نفهم ايه اللي بيحصل في مصر. ايه اللي بيحصل من كتر مش الغلاء، يعني هو الغلاء طبعا سبب من الاسباب، انما ما هو سبب الغلاء؟ مفيش قوانين صارمة معمولة، ناس عاملاها، ناس يعني ناس هقول ايه، بس ناس علماء عاملة القوانين. مفيش الناس اللي بتنفذ القوانين دي على اكمل وجه، يعني مفيش. يعني نقول ايه؟ طيب الناس اتغيرت، طيب نقول ايه؟ مفيش ايمان. يعني كل الحاجات دي لما نجمعها على بعضيها تدينا الوقت اللي احنا عايشينه دلوقتي ده. كان زمان مفيش الكلام ده خالص، كانت الناس بتحب بعضيها وبتخاف على بعضيها، وما كانش حد بيغلى على حد ولا بيرتشي ولا ويقول كلمة حق. انما النهارده كله باطل في باطل في باطل. طب ايه سببه؟ ما احنا عايزين نعرف ايه سببه. اذا عرف السبب بطل العجب يا ناس. يا ناس اللي بيحصل ده كتير علينا، اقسم بالله كتير. طيب لو قلنا القوانين، لو بدأنا هنبدأ من أول ما الناس انتخبت النائب. بينتخبوا النائب بناء على إيه؟ جهل الناس، ولا بينتخبوا نائب إن هو يعرف يحط قوانين ويعرف يتكلم ويعرف يجيب حق الناس ويعرف يخاطب الحكومة ويخاطب البشر ويخاطب الدنيا كلها، ولا بيجيبوا ناس كده خلاص وانتهينا؟ ما احنا عايزين نفهم برضو. ولا الناخب اللي دخل مجلس الشعب قاعد تحت القبة عشان الوجاهة والحكاية والرواية وخلاص وانتهينا، ولو حتى طلع اتكلم كلمتين من الناس اللي بتتكلم دي، يعني ما هو واحد في وسط 10 ولا 100 مش هيعمل حاجة. يعني احنا عايزين نقول فين الناس؟ طيب الناس اللي بتنفذ القوانين، هي فين القوانين؟ طيب القوانين الصارمة ده القانون، اي قانون حاطينه محامي ب3 تعريفه ببصله ورغيف يجيب لك براءه فيه. ادي القوانين. لا احنا عايزين قوانين صارمه. لما يتحط قانون صارم، لان هو ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون على الخير والشر. اذا ما كانش الخير قوي يبقى الشر هيركبه. ولا نقول ايه تاني؟ ولا نعمل ايه معاكوا؟ بس مش عارف.